ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. بعدما استقرت أوضاع مملكة ليوناس وتم طرد الشياطين منها، بدأ الكل في العمل والمساعدة في إصلاح الدمار اللي حصل فيها. هاوزر كان فرحان جدا علشان المملكة بدأت تقوم على رجليها تاني، بس غريامور غيره بيقول له البيوت مهما وقعت سهل تتصلح تاني، بس للأسف الأشخاص اللي ماتت صعبة ومستحيل ترجع تاني، وهذه طبيعة الحروب يا صديقي. وفعلا كان هناك مجموعة من الأسرى متجهة إلى كاميلوت لتكون عشاء للشياطين. كل الناس المأسورة كانوا زعلانين جدا وخلاص حاسين إن دي نهايتهم، عمالين يعيطوا. وفجأة مليوداس بيظهر من فوقهم نازل ضرب في الشياطين مش راحمهم. بان هو كمان معاه، خلصوا على كل الشياطين وحرروا الناس. بعدها قعدوا في جنب كده وبدأوا ياكلوا. باين العلاقة ما بينهم رجعت تاني. مليوداس لسه حاسس إنه محروق من صاحبه ومش قادر يتكلم كويس، بس بان وقتها بيشجعه، بيقول له مهما يحصل بينا هتفضل أعز صديق عندي. هو جمال يا جدعان والله. من جانب تاني بقى، وفي إحدى القرى كان في طفل صغير كده بيساعد عيلته، بيشتغل معاهم. بيشوف أبوه بعدها بيدخل مكان كده وبيروح علشان يشوف إيه اللي بيحصل. بيتصدم، الأب شغال يعمل أفخاخ ويوقع الناس فيها علشان يديهم للشياطين يتحبسوا ويستنوا موتهم. الواد بيقول لأبوه أنت كده شاطر يعني، عمال بتساعد الشياطين وبتخلي ناس تانية تموت بدلنا، أنت فرحان بنفسك كده. أبوه بيقول له أعمل إيه يا ابني، ما أحسن ما الشياطين ديت تقتلكم أنتم، أنا بعمل كل ده علشانك أصلا. الواد بيقول له بعدها أنتم بقيتم جبنة قوي، أنا هتصرف مع الشياطين ديت لوحدي. وبعدين بيسيبه يمشي. بيروح فعلا وبيلاقي واحد من الشياطين واقف كده بيضرب في راجل عجوز. الواد بعدها بيدخل على الراجل علشان يحميه. الشيطان بيفرح، بيقول للواد ده أنا أصلا كنت زهقان، تعالى يلا علشان تسليني. بيجمع شياطين تانية، قعد يضرب في الواد ده قدامهم، اتنمر عليه. كل أهل القرية بيتفرجوا محدش قادر يتحرك. الواد مش راضي يستسلم برضه، بيقول له مهما ضربتني أو حاولت تقتلني حتى فأنت كده كده مالكش لازمة. الشيطان بيتعصب، جهز خلاص علشان يقتله، ولكن مرة واحدة أبوه بيتشجع وبيحدف الشيطان ده في دماغه. بيروح على ابنه وبيعتذر له، بيقول له أنت عرفتني يعني إيه شجاعة، من هنا ورايح إحنا مش هنسيب نفسنا للشياطين تاني حتى لو ده يعني متنا. كل أهل القرية بيتفقوا بعدها مع كلامه بالطفل ده، جهزوا خلاص علشان يقتلوا الشياطين أو يموتوا منهم. الشياطين هي كمان كانت ناوية تقتلهم. بدأوا ضرب في الأهالي وعمالين يعذبوهم. الشيطان ده بيقوم وبيمسك الطفل وبيخنقه، بيضغط عليه وبيقول له تعذب بقى، اصرخ أكتر. وهوبا بيسمع صوت صراخ أصحابه. الخطايا السبعة وصلوا على المكان وهيعدموك العافية. مليوداس وبان شغالين في تكسير الشياطين والوضع آخر معمعة. الشيطان بيتصدم، بيأمر واحد كبير جدا يهجم عليهم ويقتلهم. بان ومليوداس بدأوا يضربوا فيه، معرفوش يوقعوه من مرة واحدة. الشيطان هو كمان اشتغل ضرب فيهم، نازل ضرب في اسكانور معاهم. والشيطان التاني بقى كان فرحان بالمشهد ده، رفع الطفل علشان يخلص عليه، جهز دراعاته وخلاص هيقتله. وهوبا جسر من وراه بيستخدم قوته، بيسيطر عليه وبيخليه يضرب في نفسه. الشيطان بقى اللي كان بيضرب في اسكانور في الوقت ده كان حس ان ايده بدأت توجعه. ايوه اسكانور من تحته بيقول له شكرا على التدليك والله. وهوبا بيقسم الشيطان لنصين. الخطايا السبعة خلاص في ابها صورهم وجاهزين علشان يخلصوا على اللي يقف في وشهم. الشيطان ده بيطلع يجري منهم، بيقول لهم انتم عارفين كده انتوا هتحاربوا مين؟ الوصايا العشرة، اجهزوا بقى للي هيحصل لكم. وبيخلي اعداد مهولة من الشياطين تهجم على مليوداس واصحابه. مليوداس بيقوم له وبيعكس كل هجمات الشياطين كمان وبيفشخهم. بيقول له قول للوصايا العشرة الخطايا السبعة جاهزين علشان يقتلوكم. وبعدها بيخلصوا عليه هو كمان. كل اهالي القرية طبعا كانوا فرحانين جدا وفي قمة السعادة علشان اخيرا حد لحقهم. اليزابيث بعدها بتعالج المصابين فيهم وبيرجعوا تمام تاني. الواد الصغير ده بيروح كده على مليوداس، بيقول له انت ساعدتنا ليه؟ مليوداس بيقول لهم الشياطين بوظت كل حاجة حتى قلوب البشر، واحنا الخطايا وظيفتنا نصلحها. وبعدها بيودعوا الكل وبيمشوا. بيوصلوا اخيرا على مكان الحانة، صلحوها ورجعت جديدة تاني، وطبعا كانوا في قمة السعادة. بعدها الملك بيجمع الكل وبيشجعهم، بيقول لهم انا عاوز الكل يساهم في الحرب الجاية، عاوزكم تكونوا ناس يفتخر بيهم عيلتهم، انتوا لازم تكونوا اقوى من كده. بعدها بيتم تكريم هاوزر على شجاعته في المعركة اللي فاتت وبيتم ترقيته كمان. هو انا مش عارف هو عمل ايه الصراحة، بس ما علينا يعني. المهم بعدها الملك بيجمع باقي الخطايا وبيقول لهم انا شفت نبوءة جديدة. بيسألوه عليها، بيقول لهم وقت محاوطة المملكة بالضباب وظهور قمر منير في السماء هيتجمع الخطايا تاني. الكل طبعا بيفهم انه يقصد كينج وديانا، وشكل الحرب هتولع يا صديقي. ومن ناحية الثنائي ده كان كل من كينج وديانا في حالة تخبط ومش عارفين ايه اللي مستنيهم. هما ما يعرفوش ان مليوداس لسه عايش اصلا، وديانا كانت عمالة بتعيط وزعلانة على الطريقة اللي مليوداس مات بيها، وكينج هو كمان بدأ يواسيها. بيرجعوا بعدها على باقي الناس، وجيرارد بتحس بحاجة غريبة، حاسة ان في حد بيراقبهم. بتروح على كينج وبتعرفه، بس كينج ما بيقتنعش بكلامها. وبيقعدوا بعدها عادي. بيسود بعدها حالة فرح للكل، وبدأوا للاحتفال من جوه قلبهم. هو سبحان مغير الاحوال والله. جيرارد
في الوقت ده كانت عماله ترقص ومندمجه جدا. بيظهر لها شبح جلوكسينيا كده وبيقول لها الحمد لله انك لسه عايشه، وبعدها بيختفي من المكان ده. الكل بيفوق من الاحتفال على صوت صراخ الطفل ده. ديانا وكينج اختفوا من المكان هما كمان ومحدش عارف طريقهم. شكلنا بدأنا ولا ايه؟ الاتنين بيفوقوا وبيلاقوا نفسهم وسط كهف كبير جدا وما تعرفش اوله من اخره. بيبصوا كده قدامهم بيتصدموا. دورورو وجلوكسينيا اللي خطفوهم وشكلها خلاص دي هتكون نهايتكم. ديانا بعدها بتستوعب الوضع وبتبص لكينج كده بتكلمه، بتقول له انا فرحانه ان اخر لحظات حياتي هتكون معاك. والواد طبعا بيفرح من كلامها. بيبداوا في الهجوم عليهم. جلوكسينيا بيفعل وضع الهجوم ويشتغل ضرب في كينج ومش رحمه. كينج مش قادر عليه، بيحاول يقف ضده بس ده شيء مستحيل بالنسبه لك. كينج في وضعه الحالي مستحيل يهزمه. ديانا هي كمان حاولت تهجم على درورو وتقتله ولكنها مش قادره تعمل اي حاجه، ما بتخربشوش حتى. بتحاول تهجم بكل قوتها تاني ولكن برضه بيتفاداها. بيحلل قوتها كمان وبيقول لها انت مفكره ان قوه العمالقه في العضلات بس؟ العمالقه عندهم مهارات اكتر من كده. وبوم بيديلها بوكس بيريحها. كينج هو كمان بينضرب في الوقت ده والاتنين خلاص شكلهم بيودعوا. حالهم كان يصعب على الكافر. بس المفاجاه جلوكسينيا بيستخدم عليهم قطرات الحياه وبيعالجهم. بيقول لهم بصوا كده، اولا احنا جبناكم هنا مش علشان نقتلكم، بالعكس هنعمل لكم اختبار ولو نجحتم فيه هتكونوا اقوى وهتبقى عندكم القوه انكم تهزموا الوصايا العشره. كينج بيقول له وانت ليه عاوز تساعدنا نهزم الوصايا اصلا وانت منهم؟ دورورو بيقول له احنا الاتنين مش شياطين ولكن كنا مقررين اننا ندمر العالم معاهم لحد اخر قتال لنا مع مليودس. وضح لنا بعض الحاجات وقررنا نبعد عنهم. بس من الاخر يعني انتم دلوقتي هتنفذوا الاختبار اللي هيزود في طاقتكم ولا لا؟ الاتنين بيوافقوا وبيجهزوا اخيرا للارتقاء في المستوى. جلوكسينيا بعدها بيحييهم على شجاعتهم وبيعمل عليهم تعويذه بترجعهم 3000 سنه لورا. هو مش بس كده، لا ده كينج كان على شكل جلوكسينيا وديانا على شكل درورو. يا نهار ابيض، هم عاوزين منهم ايه بالظبط؟ كينج وديانا بداوا يتعودوا على شكلهم ده ولكن مش فاهمين ايه الحوار. بيحسوا بعدها بطاقه كبيره جدا داخله عليهم وبيقلقوا. ده مليودس بينزل عليهم وبيقول لهم وصلتم بدري شكلكم كده. كينج وديانا مش فاهمين حاجه. حاولوا يفسروا لمليودس انهم مش نفس الاشخاص اللي يعرفهم ولكنه ما صدقهمش. وبعدها كمان بشويه اليزابيث بتوصل. هي كانت عايشه في الوقت ده ولا ايه؟ عندها جناحات غريبه كده والعيال اتصدمت. هي مش دي اليزابيث اللي نعرفها ولا ايه؟ ازاي عندها اجنحه عشيره السماء؟ ده شكل الموضوع في ان مليودس بعدها بقى بيقول لهم يلا بينا بسرعه وبياخدهم على مكان القتال. كينج وديانا بيجروا وراهم وبيلحقوهم. بيتصدموا من المشهد ده. حشود من الشياطين شغاله ضرب وقتل في كل البشر، مش راحمين حد نهائي. ديانا وكينج مش قادرين يتحركوا من مكانهم. بيبصوا على مليودس كده لقوه شغال قتل في كل اللي يقابله ومحدش قادر عليه. لا الباشا بتاعنا ما بيفرقش معاه في اي وقت، هو كده كده جامد. ديانا كانت قاعده بتشجعه كده وفرحانه ولكن وفجاه شيطان عملاق بيظهر وراها بيحاصرها. قوته كبيره جدا وشكله واحد من الوصايا العشره في الوقت ده بيتقدم عليها وشكله هيقتلها. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ الشيطان ده اسمه غلميوس وده واحد من الوصايا العشره قبل كده. بيهجم على ديانا بكل قوته بيوقعها. كينج بيترعب عليها جدا ولكن البنت بتطلع سليمه وده لانهم في اجسام درورو وجلوكسينيا وقوتهم كبيره جدا. بيتعاونوا بعدها مع بعض لهزيمه الشيطان ده وفعلا بيقدروا يثبتوه مكانه. الشيطان بيهجم عليهم بهجوم سحري شامل وهوب مليودس بيرد له الهجوم بتاعه وبيخلصوا منه. وكده ما عادش غير الشياطين اللي وراهم. بيبصوا كده عليهم بيلاقوا الكل اختفى. الله، هم راحوا فين؟ اليزابيث بتقول لهم انا رجعتهم على بيتهم، اتكلمت معاهم واقنعتهم بعدم القتال وفعلا اقتنعوا. شكل عشيره السماء مش سهله يا كمان ولا يا صديقي. المهم بعدها بيخرج شويه كده من البشر كانوا مستخبيين من الشياطين وفرحانين علشان لسه عايشين. بيقترحوا على مليودس الانضمام ليهم وفعلا بيوافقوا. وبالمناسبه الشخص ده اسمه رو. بيكملوا طريقهم وبيوصلوا اخيرا على مكان عقد التحالف واللي بيضم العمالقه والجنيات وبعض الناس الاقوياء من عشيره السماء واخيرا مليودس. وكانت مهمتهم هي القضاء على جنس الشياطين وابادتهم. ومليودس واليزابيث ما كانوش عارفين بكده. المهم بقى في احدى الليالي كان بعض العمالقه بيتكلموا عن الشياطين وازاي هيخلصوا عليهم. بيسمعهم مليودس وكده وبيتاثر بالكلام. رو اخد باله راح وقعد يتكلم معاه. قال له انت من الشياطين صح؟ مليودس قال له ايوه. رو قال له انا متاكد انك شخص طيب وما تتضايقش من الكلام اللي ورا ده. فمليودس قال له تمام وفرح من كلامه. وبعدها بقى الاتنين دول صحاب جدا. في نفس الاثناء ديت كانت اليزابيث عرفت بنوايا لوديشيل. راحت له بدات تتكلم معاه بتقول له انت ازاي عاوز تبيد الشياطين كلهم؟ انت ما تعرفش ان دول عيله مليودس وشعب ولا ايه؟ لوديشيل قرب منها قال لها عيله ايه ومش عيله ايه؟ انت عارفه ان الشياطين دول مجرد زباله مش اكتر وانا هخلص عليهم كلهم. اليزابيث بعدها بتتعصب من الكلام وبتسيبه وبتمشي.
اختي وكانت متضايقه جدا. في نفس الاثناء بقى كانت ديانا عماله تتدرب مع 2 من العمالقه مبهدلاهم جدا، مش عارفين يعملوا معاها اي حاجه، بتتشطر علشان في جسم درورو يعني. ما علينا. بيسالها كينج بعدها يا ترى ايه الاختبار بتاعنا. ديانا قالت له انا حاسه انه قرب، وشكله قرب فعلا يا صديقي. فلما كانت جيراردو جنب كينج اتصدم منها، قال لها انت ايه اللي جايبك هنا؟ جيراردو بتتصدم منه هي كمان وبتقول له هو عيب ان الاخت تيجي علشان تشوف اخوها ولا ايه؟ الواد بيتصدم، يعني جيراردو اخت ملك الجنيات الاول؟ ده ازاي كده؟ ده كده زي انا وايلاين بالظبط، بس هو ايه اللي حصل لها في الماضي خلاها بالشكل ده؟ ما علينا. بيسالها بعدها كينج عن الطاقه الغريبه اللي هو حس بيها ناحيه بره الغابه، بتحكي له عنها وبتقول له دول عباره عن شياطين كتيره جدا، لوديشيل اللي خطفهم علشان يستدرك بيهم باقي اجناسهم. كينج اتصدم من اللي عمله. بيسمع الكل بعدها صوت صريخ وهيجان الجو، جيش من الشياطين وعلى راسهم الوصال 10 متجهين الى مكان القوه ديت لتحرير المخطوفين من الشياطين. مليودس بعدها بيقرر يروح ويوقفهم هو ودرورو وجلوكسينيا، اما الغابه وكده فهيسيبوها لرو علشان يحميها. وجلوكسينيا كمان قال له باخد بالك من اختي، ولكن لسه ما اتحركوش من مكانهم. بيلاقوا اليزابيث اصلا هناك، هي بنت المتخلفه. دريري بتقول لها انت مين بقى ان شاء الله؟ اليزابيث بتقول لها انا فرد من عشيره السماء. دريري بتقول لها وجايه تموتي يعني ولا ايه؟ اليزابيث قالت لها لا، انا كل اللي عاوزاه اننا نعيش في سلام مع بعض ومحدش فينا يعمل مشاكل للتاني. دريري قالت لها علشان كده خطفت كل الشياطين دول واغوتونا بيهم. اليزابيث اتصدمت، ما كانتش عارفه اصلا ان لوديشيل اللي عمل كده. بتقول لدريري بعدها انها هتتكلم معاه وترجع لهم اخواتهم تاني، ولو لوديشيل اللي ما وافقش فهي هتقنعه. دريري بتقول لها تمام اتفقنا، بس عندي شرط واحد وهو انك ترجعي لنا الخاين مليودس كمان معاهم. اليزابيث قالت لها لا، لو الكلام عليه فانا هحاربكم كلكم هنا ولوحدي، حتى هو بالنسبه لي كل حياتي. الله الله يا ست اليزابيث الله. دريري بتقتنع من كلامها وبتقول لها توكلي على الله وانقذيهم يلا. ولكن وفجاه بيقطع كلامها صوت لوديشيل بيقول لي اليزابيث عاش عليكي، اخرت الشياطين لحد لما جهز خطتي. بيطلع كل الشياطين المحبوسه جوه وبيقتلهم. الكل اتصدم واتعصب. درير اخوها كان موجود مع الشياطين دولي ومات قدام عينيها. بتتعصب وبتقسم انها مش هترحمه. 2 كمان من كبار عشيره السماء بيظهروا وسط نور كده هيدمر المكان ده، وشكلهم ناويين يخلصوا عليهم فعلا. فهل يا ترى هيقدروا يخلصوا عليهم يا صديقي؟ وايه اللي هيحصل بعد كده؟ استنونا في حدث ناري ومولع باذن الله، هنعرف فيه كل حاجه وحقائق ناريه هتعرفها يا صديقي. بس لو عاوزين الجزء اللي بعده بسرعه وصلوا الفيديو ده ل 60,000 لايك. انا عارف ان ده رقم كبير جدا بس صدقني انتم قدها يعني. ويلا سلام سلام سلام.